بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين من اتبعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايز أذكر الناس بإني أنا وجميع الشرفاء في مصر من أول الانقلاب في مصر، أو من أول الثورة إلى اليوم، نزلنا في مظاهرات كتيرة وحذرنا الناس كتير وحذرنا الشعب وطلبنا الشعب يدعمنا وينزل معانا في كل المظاهرات، عشان دي ليهم، مش لحد معين، مش لحزب معين. أنا مش تبع حزب ولا حاجة ولا جماعة، بس أنا راجل أولا مسلم، ثانيا مصري. كنت خايف على البلد دي، كان نفسي مصر تبقى حلوة، تسيع الكل. مش حكاية مسلم لوحده ولا مسيحي ولا كده ولا أي جماعة، كانت هتبقى للكل. ولا أقصد في الحكم الإسلام طبعا، ولكن كنا هناخد حقوقنا كلنا تتوزع على الشعب بالعدل. آه، تبقى في عيشة زي الدول اللي بتضطروا تهاجروا ليها، سواء مسلم أو غير مسلم أو غير. بدل ما انتوا بتهاجروا وتسيبوا اخواتكم من الشباب والمصريين بيهربوا على أوروبا ويموتوا في البحار. كنا عايزين بلد تبقى حلوة، وحذرناكوا كتير، ودي للأسف الوضع بيزيد أسوأ، والناس ماشية تشتم وتزعق وعاملين نفسهم يعني مش عارفين مين السبب. انتوا السبب يا شعب مصر، وده جزاء وعدل من الله بينزل عليكم. لأنكم أيدتم واحد فاجر وكافر وظالم، سكتوا عليه سنين. لا أتكلم عن الناس اللي نزلت ودفعت التمن. في ناس دفعت التمن من حياتها ومن في كل حاجة، يعني في اللي اتصاب بتعمى، في اللي اتقتل في الشارع، في اللي اتقتل في السجن، في اللي مازال داخل السجن لليوم، في اللي هرب على بره، في اللي قاعد جوه تعبان في حياته. عايز اقول لكم ان وضعنا، لو مش مصدقين قلنا لكم اقروا وثقفوا نفسكم عن الدول اللي حصل فيها انقلابات عسكرية من سنين قبلنا. شوفوا النتيجة ايه. بصوا للفلبين، دولة اللي بيجيبوا منها الخدامين. ليه هي بيشتغلوا خدامين؟ بسبب الحكم، الانقلابات اللي عندهم. مش الشعب في الفلبين ما عملش ثورة، وهو حالته تعبانة زينا من عقود، مش من سنين، من كتير قوي. برضو جالهم واحد، ابن واحد انقلابي ظلمهم وفقرهم، وكان عامل انقلاب وحكمهم من سنين قريبة لحد دلوقتي. روح شوف باكستان، شوفوا باكستان برضو بيحكموا انقلاب عسكري، شغالين تبع أمريكا وتبع اليهود وتبع، خربوها دلوقتي باكستان. عشان كده بتشوفوا الفيديوهات اللي على الانترنت بتاعت الباكستانيين اللي صنايعية فاتحين حرف، بيشتغلوا بإيديهم وبطريقة مهينة في بلدهم، لأن دول مفيش إمكانيات، البلد عندهم متدمرة برضك وجهلة ومفيش تعليم. زي ما انتوا شايفين باكستانيين برضك شغالين خدامين في الخليج زينا زي المصريين. برضك عندك مصر اهو، حكم عسكر بقالنا من عبد الناصر، وأوسخ واحد فيهم سيبك من عبد الناصر ما عادش كتير قوي، مبارك. 30 سنة مبارك دول خرب البلد خالص. يا اللي بتترحموا عليه، يا اللي بتقولوا عايزين ولاده، عيب كده واتقوا الله وتصحوا من اللي انتوا فيه الغفلة دي. ولا مبارك ولا عياله ينفعوا ولا أي عسكري تاني ينفع يحكم. آه، لازم، يعني ولا حد تبع عمر سليمان ولا حد تبع مبارك ولا حد تبع أمريكا ولا روسيا ولا إسرائيل ولا الإمارات. مينفعش الوضع اللي احنا فيه دوت. واتقوا الله واندموا على اللي عملتوه في الناس المظلومة اللي دعت عليكم. دعوة المظلوم مستجابة، وأكيد المظلومين دعوا عليكم وعلى البلد. أنا مجرب دعوة المظلوم دي بتستجاب فعلا الحمد لله. وحقوق الناس ضاعت، الشباب مستقبله ضاع بسببكم. مين هيعوض الناس دي؟ معرفش، وعند الله تجتمع الخصوم.